السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة والأخوات، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الإنجليزية، المراجعة النهائية للبكالوريا بناء على أحد الطلبات. فإن شاء الله تعالى في هذه الحصة سوف نشرح أو نعيد شرح درس ديال conditionals أو ندير واحد المراجعة بسيطة درس ديال لي كونديسيونيل. إذا شنو كنقصدوا بالكونديشنالز أو لي كونديسيونيل؟ كيفاش كنتعاملوا معاهم؟ شنو هما انواع لي كونديسيونيل اللي عندنا؟ شنو هما انواع لي كونديسيونيل اللي ممكن نلقاو في الامتحان؟ وكيفاش غادي نديروا حتى نجاوبوا على الاسئله، واشنا هما القواعد؟ اذا هادو هما الاسئله اللي غادي نجاوبوا عليها في حصه هذه الحلقه ان شاء الله تعالى. The conditionals مبدئيا the conditionals عندما نقول conditionals فنحن نقصد ماذا؟ نقصد بلي كونديسيونيل. conditionals وهما ادوات الشرط. ملي كنقولوا ادوات الشرط في اللغه العربيه الفصحى فنحن نقصد بها ان تشترط شيئا لحدوث شيء اخر. غنحطوا واحد الشرط باش توقع عندنا واحد النتيجه. اذا مبدئيا الا وقع الشرط فالنتيجه كتوقع، ما وقعش الشرط فالنتيجه ما كتوقعش. اذا فالشرط والنتيجه مرتبطين ببعضياتهم ارتباط وثيق جدا. اذا ففي هذه الحصه ان شاء الله تعالى سوف نفصل في انواع لي كونديسيونيل اللي عندنا. اذا فبالنسبه بالنسبه لانواع لي كونديسيونيل اللي عندنا، اذا لي كونديسيونيل اللي عندنا هذا العام الدرجه الاولى هما الكونديشنال تايب 2 والكونديشنال تايب 3. بينما في اللغه الانجليزيه بصفه عامه فعندنا اربعه انواع ديال لي كونديسيونيل. عندنا الكونديشنال تايب او او الكونديشنال تايب 0 النوعيه رقم 1. شنو هو الكونديشنال تايب او؟ الكونديشنال تايب 0 هو واحد كونديسيونيل اللي كنعبروا به على الحقائق بصفه عامه. على الحقائق، هذه الحقائق كيف ما كان نوعها، سواء كانت حقائق عامه، كانت حقائق علميه، كانت اذا فهو الفاكتس بصفه عامه. اذا فبليز ملي كنلقاو هذا النوع من الحقائق وبغينا نعبروا به اولا نعبروا عليه، فبالنسبه لي كونديسيونيل فكنستخدموا القاعده التاليه. كنستخدموا if. ما معنى if هي اذا بالعربيه الفصحى، او لو، اذا او لو، واحد في هاد جوج ديال المعاني. زائد ماذا؟ زائد simple present. زائد simple present. اش كيعني هذا؟ كيعني باننا الا بغينا نتكلموا على الحقائق، اذا الا درتي واحد الحاجه غتعطيك حاجه اخرى. وهذه الحقائق هي ثابته لا تتغير. فاحنا كنستعملوا الكونديشنال تايب او لا كونديشنال تايب 0. هذا الكونديشنال تايب 0 هو الوسيله للتعبير على هذا النوع من الحقائق. اذا فالشرط عندنا هنا كيكون بعباره if زائد البريزنت سيمبل. زائد البريزنت سيمبل، النتيجه فين كتخرج؟ كتخرج لنا في سيمبل بريزنت. اش كيعني هذا؟ كيعني بان if زائد سيمبل بريزنت والنتيجه كتخرج في سيمبل بريزنت، يعني بان الحقيقه تحدث في نفس اللحظه وتخرج نتيجتها في نفس اللحظه. ناخذ مثال. المثال الاول كيقول لنا if you mix water. if هي اذا، you هي انت، mix يخلط، اذا انت تخلط الووتر الماء and oil والزيت، اذا انت تخلط الماء او الزيت oil goes up. oil goes up. الزيت سيصعد الى الاعلى. goes up يعني يصعد الى الاعلى. شنو كيعني هذا؟ كيعني بان هنا عندنا حقيقه ثابته، وهي فين ما كنخلطوا الماء مع الزيت فالزيت كيطلع الفوق. اذا هي اداه الشرط اللي هي if. لاحظوا you mix انت تخلط. ما معنى you mix هنا؟ you mix هنا حنا راه تكلمنا على present simple tense. فين هو present simple tense؟ عندنا you زائد verb على infinitive. وحنا القاعده عندنا present simple tense راح نتكلمنا عليها قاعده ثابته I you we you they زائد verb على infinitive he she it زائد verb زائد s. اذا if you mix water لو خلطت الماء and oil oil goes. هالنتيجه فين خرجت؟ خرجتنا في present simple. باش عرفناها؟ عندنا oil اللي هو it في الضمائر، ثم عندنا الفيرب go. كنزيدوا اس باش كنحصلوا على التصريف ديالو مع هي وشي وايت في البريزنت سيمبل. وبالتالي القاعده هنا اصبحت واضحه المعالم. فلسن if زائد present simple النتيجه فين خرجت؟ خرجت لنا عاوتاني في simple present اللي هو oil goes up.
اوكي اذا هذا ليكزامبل الاول. نمشيو نشوفوا ليكزامبل الثاني. The second example اش كيقول لنا؟ كيقول لنا if you heat butter، لو انك تسخن الزبده butter. فين هو present simple هنا استاذ؟ يو انت، وعندنا الفيرب وهيت يسخن ما مزيوده حتى شي حاجه على انفينيتيف، لان عندنا الفيرب يو دائما كيتبعوا فيرب على انفينيتيف. اي يو وي يو داي دائما زائد فيرب على انفينيتيف. بينما اذا كان عندنا هي او لا شي او لا ايت فزائد فيرب زائد اس، والدرس راه مشروح. الا بغيتوا ترجعوا لي في القناه راكم غتلقاو بريزنت سيمبل بجميع التفاصيل ديالو. اوكي اذا شنو حطينا استاذ؟ حطينا اف. شنو هي اف؟ اف هي اداه الشرط. if you heat butter، لو اننا نسخن او لو انك سخنت الزبده. it melts. it شنو هو it؟ it هو subject pronoun اللي كيعود على غير العاقل المفرد، وغير العاقل المفرد اللي عندنا هنا هو اوكي هو butter. yes اوكي it melts. ما معنى melt؟ melt هي يذوب. اوكي على زدناها اس هنا ضروريه لان الفيرب كونجوغي فاش في البريزنت سيمبل مع هي وشي وايت دائما خاصها اس في نهايتها. اذا لاش كنستعملوا هذا النوع ديال لي كونديسيونيل؟ هاد الكونديسيونيل كنستعملوه للتعبير عن الحقائق. اوكي الحقائق التي هي ثابته الحدوث، يعني دائما فين ما كنسخنوا الماء راه كيغلي، فين ما كنسخنوا الزبده راها كتذوب. اوكي فين ما كنعرضوا الثلج للماء فانه يذوب يختفي. اوكي اذا هذا كونديشنال تايب 1. هذا ممكن تستافد منه بالتعبير به في الرايتين، وممكن تلقاه في النص. اوكي لكن بالنسبه لاسئله اللانجويج ففي الغالب ما كيكونش عندنا هذا النوع ديال لي كونديسيونيل. اوكي حنا مطالبين باشنو؟ اوكي مطالبين قلنا بالدرجه الاولى بكونديشنال تايب 2 والكونديشنال تايب 3، لكن لابد من معرفه انواع لي كونديسيونيل الاخرى. اوكي نمشيو نشوفوا الان نتكلموا على كونديشنال تايب 1. كونديشنال تايب 1. اذا الكونديشنال تايب 1 كونديشنال النوعيه رقم 1. الكونديشنال تايب 1 شنو كيقول لنا؟ كيقول لنا ودي بان الشرط والنتيجه قابلين للتحقق، والشرط خصو يكون في البريزنت سيمبل والنتيجه تخرج لنا في السيمبل فيوتشر. اذا ها هي اف هي اداه الشرط، ثم ان لسن سيمبل بريزنت. شنو هو سيمبل بريزنت؟ لاحظ اذا اف زائد سيمبل بريزنت. اف هي اداه الشرط وسيمبل بريزنت هي جمله الشرط. فين غتخرج النتيجه ديال هذا الشيء؟ غتخرج لنا في سيمبل فيوتشر. نعطيك مثال بالدارجه. الى عندي الوقت غادي نجي نزورك. الى عندي الوقت غادي نجي نزورك. الى عندي الوقت امتى؟ ها هي الى هي اف ياك. عندي الوقت في البريزنت سيمبل، ها البريزنت سيمبل قدامنا. اوكي يس ثم النتيجه فين غتخرج؟ غتخرج لنا في سيمبل فيوتشر. فين غتخرج النتيجه؟ غتخرج لنا النتيجه استاذ في السيمبل فيوتشر. اذا اف زائد سيمبل بريزنت النتيجه فين غتكون؟ غتكون في السيمبل فيوتشر. الا تحقق الشرط غتحقق النتيجه، ما تحقق الشرط اوتوماتيكمون حتى النتيجه ما غادياش تحقق. اوكي اذا بليز نمشيو نشوفوا دوك لي زيكزامبل اللي عندنا تما كاينه باش نزيدو نفهموا اكثر. اوكي اذا ها اداه الشرط وهي if. عندنا بريزنت سيمبل هو I find. اوكي if I find David's phone number، لو اني اجد رقم ديال ديفيد. اوكي لاحظ النتيجه فين غتخرج؟ سيمبل فيوتشر. فين هو سيمبل فيوتشر يا استاذ؟ سيمبل فيوتشر هو I will call him. I زائد will زائد فيرب على انفينيتيف. اذا فالسيمبل فيوتشر هو كل حركه فعليه غتوقع مستقبلا وما غتاخذش امتداد في الزمن. لاحظ معايا I you he she it we you they زائد he she it. لاحظ الضمائر كلهم زائد فيرب شنو؟ زائد فيرب على انفينيتيف. زائد فيرب على انفينيتيف. اذا في الفيرب في الانفينيتيف ما كيتصرفش. لماذا؟ لان قبل منه دائما ويل. وويل فين ما حضرات باي صيغه من الصيغ حضرات فيها، سواء كانت ديال فيوتشر سواء كانت موديل، فدائما الفيرب غيبقى على انفينيتيف ما كيتصرفش. اوكي اذا نمشيو نشوفوا ليكزامبل ثاني. if اداه الشرط you work اذا انت تعمل هارد بجد. اوكي فاش منطاو كاين هذه الجمله في البريزنت سيمبل باش عرفتوا if you زائد فيرب على انفينيتيف. عندنا you زائد فيرب على انفينيتيف زائد ماذا؟ اوكي شوف معايا استاذ مزيان. النتيجه فين غتخرج؟ غتخرج لنا في سيمبل فيوتشر. يو انت، وعندك ويل اللي هو الفيوتشر سيمبل ساكسيد انت سوف تنجح. اوكي اذا لو عملت بجد سوف تنجح. اذا عملت بجد امتى؟ الان في البريزنت وتكلمنا عليه بريزنت. النتيجه ديالنا فين غتخرج؟ اذا فانت غادي تنجح فين؟
في المستقبل في السيمبل فيوتشر. اوكي، اذا الكونديشنال تايب 1 كنعبروا به على الشرط والنتيجة قابلين للتحقق. اوكي، ثم ان الشرط يكون في البريزنت سيمبل ثم النتيجة تكون في السيمبل فيوتشر بصفة عامة. هذا النوع ديال الكونديسيونال حتى هو ففي الغالب ما غادي نلقاوش في الاسئله ديال اللانجويج، لكن غتلقاه في النص وانت محتاجه باش انك تعبر به في الرايتين. اوكي لسن غنمشيو الان نشوفوا النوع المهم جدا ديال لي كونديسيونال وهو الكونديشنال تايب 2. كونديشنال تايب 2 النوعيه ديال الكونديسيونال رقم 2. كونديشنال تايب 2. اوكي، اذا شنو هو الكونديشنال تايب 2؟ مادام مهم نتريتو في الشرح ديالو واحد شويه. اوكي، شنو هو الكونديشنال تايب 2 امتى ممكن اننا نستخدموه؟ اوكي، ملي كيكون عندنا لا شرط ولا نتيجه قابلين للتحقق. اش قلنا في الكونديشنال تايب 1؟ قلنا بان الشرط والنتيجه قابلين للتحقق. كونديشنال تايب 1 الشرط والنتيجه قابلين للتحقق ومرتبطين ببعضياتهم. ممكن لان عندنا البريزنت والفيوتشر، لكن ملي كيكون عندي لسن الكونديشنال تايب 2 فاحنا اش كنتكلموا على ان الشرط والنتيجه غير قابلين للتحقق. اوكي، غير قابلين او ان نسبه التحقق ديالهم ضئيله جدا. وامتى ممكن يتحققوا؟ في زمن اخر من الازمنه. يعني مثلا غنقول لك كون كانوا عندي الفلوس كون بنيت جامع، ولكن انا راه ما بنيتش جامع. علاش؟ حيت ما كانوش عندي الفلوس في الماضي. اوكي، ومن الممكن من المحتمل انه مستقبلا يكونوا عندي الفلوس ونبني بهم جامع، حتى حاجه ما بعيده. اوكي، اذا شنو كنقصدوا هنايا؟ كنقصدوا بان الشرط والنتيجه اوكي لاحظ بالنسبه للماضي. اوكي، بالنسبه للماضي راه خرجوا من ايدينا. علاش؟ لان القاعده ديالو اش كتقول كاستاذ راه عندك اف. اوكي سوري، عندنا اف. ما معنى اف هنا؟ اذا فاف هي اوكي لسن اف هي اداه الشرط دائما حاضره معنا. كنتبعوا عليها السيمبل باست. اذا اف وغنحطوا الشرط فين؟ الشرط خصو يكون في السيمبل باست. في السيمبل باست. ثم النتيجه فين غتخرج لنا؟ غتخرج النتيجه في وود او لا في كود. اوكي، زائد فيرب في الانفينيتيف. زائد فيرب في الانفينيتيف. اذا امتى غادي يكون الشرط؟ الشرط غادي يكون لنا استاذ في الباست سيمبل. النتيجه فين غتخرج؟ غتخرج لنا في وود او لا كود زائد ماذا؟ زائد فيرب في الانفينيتيف. اوكي، لو كانوا عندي الفلوس او كون كانوا عندي الفلوس كون بنيت جامع، ولكن انت ما بنيتيش جامع. علاش؟ حيت ما كانوش عندك الفلوس. اوكي، اذا فالشرط والنتيجه هنا خرجوا من ايدينا ولاو بعاد علينا. اوكي، ولكن في زمن من الازمنه المستقبليه ممكن انه يكونوا عندي الفلوس ونبني هذاك المسجد اللي دابا كنتكلم عليه. ولكن بان راه دائما الحقيقه هي ان ريال. ما معنى ان ريال؟ هي غير واقعيه. يعني دابا واش بنيتي جامع؟ لا، وانت فقط تتمنى او لا كتخطر في بالك واحد الخاطره بانك كون غير بنيتي جامع. اوكي يس، ومن طبيعه الحال ما يمكنش انك ما وفرتيش شرط في الباست سيمبل. اوكي، اذا بليز ركزوا معايا تماكينه. غادي نتكلموا الان في هذوك جوج ديال لي زيكزامبل، في هذوك جوج ديال الامثله. المثال الاول اش كيقول لنا؟ اف. لاحظوا دائما اف حاضره لان هي اداه الشرط. I had money. اوكي استاذ انت قلت لنا اف زائد الباست سيمبل. ياك فين هو الباست سيمبل هنا؟ الباست سيمبل هو الفيرب هاف في الباست. هاد if I had money لو كان عندي المال. شوف القاعده اش كتقول لي؟ I would انا كان بامكاني help you كان بامكاني ان اساعدك. ولكن الحقيقه شنو هي؟ واش انت ساعدتيه؟ لا. علاش؟ لانك ما كانوش عندك الفلوس. اوكي، but I don't have money. اذا فانا ما كانوش عندي الفلوس at that moment في تلك اللحظه. اذا فانا فقط هي مجرد واحد الامنيه، واحد الكلام كنعبر لك به على شيء في القلب اللي ما قدرتش انني ننفذه في لحظتها لاني ما وفيتش بالشرط. اوكي، الشرط شنو هو؟ if I had money I would help you. كون كانوا عندي فلوس كون عاونتك، ولكن في الحقيقه راك ما عاونتيش لانك ما عندكش الفلوس. نمشيو نشوفوا الجمله رقم 2 نفس العمليه. if اوكي I were tall
لو انني كنت طويلا. استاذ راه كاتب واحد الخطا تما قداش شنو هو؟ دير لي اي وير، وحنا كنعرفوا بان الفيرب تو بي في الباس كيقول لنا اي واز ماشي اي وير. اوكي متفق معك. الفيرب تو بي في الباس كيقول لنا اي واز، يو وير، هي واز، شي واز، ات واز، وي وير، يو وير، دي وير. لكن في الكانديشنال حنا قلنا بان الوضعيه غير حقيقيه، هي وضعيه مفترضه، وبالتالي ووز ما كتبقاش خدامه لان ووز ثابته، بينما وير هي مفترضه. اذا فالفيرب تو بي في الكونديسيونال كله كيتحول لنا الى وير، ما كنخدموش بووز بالمره، بحال كما درنا الدرس ديال ويشز اند ريغريت خدمنا غير بوير ما خدمناش بووز. صافي. اذا في الكونديشنال تايب 2 ما دامت الوضعيه دائما راه هي انريال، شنو مطلوب مني؟ مطلوب مني الا كان عندي الفيرب تو بي في الجمله نخدم بوير ما نخدمش بووز بالمره، نخدم بوير ما نخدمش بووز. اوكي اذا if I were tall لو كنت طويلا. اوكي if I were tall I were ثم عندنا tall. listen اش كنتي غادي دير؟ راه في الماضي دائما كنتكلموا على الماضي. اش كنتي غادي دير؟ I would join the basketball team. كنت سوف التحق بالباسكتبول تيم. ولكن الحقيقة واش التحقتي به؟ لما التحقتيش به. علاش؟ لأنك أنت شورت، راك قصير ولست طويل. اوكي أنت قصير ولست طويل. إذا إمتى كنستعملوا conditional type 2؟ الكونديشنال تايب 2 كنستعملوا ملي كيكون عندي الشرط والنتيجة غير قابلين للتحقق، أو أن نسبة التحقق ديالهم ضئيلة في زمن آخر من الأزمنة. اوكي فيري جود، هادشي اللي اتفقنا عليه. ولكن أستاذ listen، ولكن شنو هي القاعدة؟ القاعدة كتقول لي if زائد simple past، if زائد simple، ها هي if زائد simple past، ثم النتيجة فين غتخرج؟ غتخرج هي food أو لا كود زائد فيرب في الانفينيتيف. زائد فيرب فاش أستاذ؟ في الانفينيتيف. بليز حفظوا القاعدة. اوكي وفين غنخدموا دي زيكزامبل غتفهموا كيفاش نخدموا بهاد الانواع ديال لي كونديسيونيل. الان نمشيو نتكلموا على الكونديشنال تايب 3. الكونديشنال تايب 3 الكونديشنال تايب 3 شنو كيقول لي؟ ركزوا معايا مزيان، حنا معنيين به بالدرجه الاولى في الامتحان ديال البكالوريا لان كيتحطوا فيه اسئله. الكونديشنال تايب 3 اش كيقول لي؟ كيقول لي بانه استاذ راه لا شرط ولا نتيجه بقاو قابلين للتحقق. ما كاين لا شرط ولا نتيجة قابلين للتحقق، والكلام عليهم في الحاضر ما هو إلا تحسر، إلا حسرة، إلا ندم. كيفاش أستاذ؟ شفتي كون سافرتي شحال هذا، كون راك جمعتي فلوس بحال صحابك شحال هذا وبنيتي الدار، ولكن انت ما بنيتيش الدار. علاش؟ حيت ما سافرتيش بحال صحابك شحال هذا، وبالتالي انت ما وفرتيش الشرط في الزمن الماضي البعيد. وما بنيتيش دار في الزمن الماضي القريب. علاش؟ لانك ما حققتيش الشرط اصلا اللي هو السفر الى برا. ولاش دابا انت داوي؟ ما انت داوي الا حسره وندم على واحد الظرف اللي كان خاصك توفره وما وفرتيش في الماضي البعيد. شفتي كون حفظتي، كون نجحتي، وانت دابا بارك تحسر لانك لا قدر الله ما نجحتيش، وبالتالي فانت اشنو؟ فانت فقط تتحسر على واحد الحركه فعليه او لا واحد الشرط كان خصك توفره في الزمن الماضي البعيد، والنتيجه ديالو خرجت في الزمن الماضي القريب، وانت الان تتحسر لانك لم توفر الشرط. هنا فين كنستعملوا هذا النوع ديال لي كونديسيونيل. ولكن اجي نشوفوا المنطق ديال هذا النوع ديال لي كونديسيونيل. اش كيقول لي؟ كيقول لي استاذ راه عندك اف. شنو هي اف؟ هي اداه الشرط. زائد ماذا؟ زائد باس بيرفكت. اذا هنا غنفهموا علاش قلنا بان الشرط والنتيجه غير قابلين للتحقق. علاش يا استاذ؟ لانهم ولاو في الزمن الماضي البعيد، يعني خرجوا من ايدينا بمره. اذا اف زائد الباس بيرفكت. اشنو هو الباس بيرفكت يا استاذ؟ الباس بيرفكت حنا تكلمنا عليه شحال من مره وقلنا بانه هو هاد زائد الباست بارتيسيبل اوف ذا فيرب. اذا هاد زائد الباست بارتيسيبل اوف ذا فيرب، هذا هو الباس بيرفكت. اذا غادي تدخل اف، ثم غادي دير لنا هاد، ثم غادي تزيد الباس بارتيسيبل، ثم النتيجه فين غتخرج لك؟ النتيجه غادي تخرج لك النتيجه غادي تخرج لك فين؟ غتخرج لك وود هاف زائد الباست بارتيسيبل حتى هي.
اذا would have ضروري خصها تكون في الجمله، ضروري خصها تكون في الجمله، خصها تحضر في الجمله. ثم الباست بارتيسيبل حتى هو ضروري خصو يحضر في الجمله. اذا العناصر ديال القاعده هي على الشكل التالي: if اوكي زائد past perfect زائد would have زائد past participle. يس اجي نشوفوا شي مثال على هاد المساله هذه اللي كنا كنقولوا لها هي قاعده ديال الكونديشنال تايب 3. اوكي ليسن. اذا فالقاعده ديال الكونديشنال تايب 3 خصنا نشوفوها مجسده في هذا المثال. شوف if دائما حاضره. I had driven. شنو هي I had driven يا استاذ؟ if I had driven يعني شديتي ليا الجمله وحطيتيها في الباست بيرفكت. ها هي هاد هو الاوكسيلوري ديال هاد ديال باست بيرفكت، ثم الباست بارتيسيبل ديال فيرب درايف يقود، الباست ديالو دروف قاد، الباست بارتيسيبل دريفن هي مقود او تمت قيادته. اوكي اذا ها هو الجزء الاول من القاعده. if I had driven slowly لو انني قدت السياره بشكل او ببطء slowly I wouldn't have had. اوكي I would not. ما معنى I would not؟ I wouldn't على فورم نيجاتيف. have منين جبناها استاذ؟ راه القاعده ها هي، ولكن الشكل ديال would وهنا ولات wouldn't. اذا هنا كيبقى دائما حسب السيتوياسيون داخل الجمله. الا كانت الجمله بوزيتيف غتولي نيجاتيف، كانت نيجاتيف غتولي بوزيتيف. اش كيعني هذا؟ لو انني قدت ببطء لما ارتكبت تلك الحادثه that or had accident. اوكي اذا I wouldn't had an accident ما كنت لارتكب اوكي الحادثه. فين هو الباست بارتيسيبل؟ الباست بارتيسيبل يا استاذ هو had. اوكي اذا نشوفوا الوضعيه المتخيله هنا but in reality ولكن في الحقيقه I didn't drive slowly انا راه ما قدتش ببطء، ومن طبيعه الحال انا راه درت هذيك الاكسيدنت. اوكي I had an accident راه درت هذيك الحادثه. شنو الشرط اللي كان خصني نوفره؟ كان خصني نسوق بالشويه ولكن انا ما وفرتوش. اوكي نمشيو نشوفوا الاكزامبل الثاني. الاكزامبل الثاني شنو كيقول لنا؟ كيقول لنا عفوا اكزامبل الثاني كيقول لنا if you had worked hard. if you had worked hard لو انك قدت اوكي او لا عفوا وانما عملت. if you had worked hard شنو هو هذا استاذ؟ هذا هو الباست بيرفكت. الباست بيرفكت اذا if اوكي العنصر الاول هو if you had worked hard لو عملت بجد اوكي you would have passed your exams كنت ستجتاز الامتحانات. you would have passed هي would have زائد past participle. ولكن اش فهمنا من الجمله؟ فهمنا من الجمله في الحقيقه in the reality you didn't work hard انت لم تعمل بجد. اوكي and you failed your exams وانت فشلت في امتحاناتك. اوكي اذا هنا فانت فقط تعبر على واحد الكريتيسيزم ديال نفسك، انت تنتقد نفسك لا اقل ولا اكثر، يعني انت في واحد نوع من الحسره. اوكي اذا بليز مراجعه خفيفه. شنو درنا في لي كونديسيونيل؟ قلنا بان لي كونديسيونيل كنستعملوهم فاش كنكونوا نعبروا على ماذا؟ كنديروا الكونديسيونيل فاش كنكونوا نعبروا على الشرط. اذا لابد من توفر شرط باش كنوصل واحد النتيجه معينه. عندنا الكونديشنال تايب 1 الشرط والنتيجه كيكونوا فين؟ في البريزنت سيمبل. الكونديشنال تايب 1 كونديشنال تايب او تايب 0 الشرط والنتيجه كيكونوا في البريزنت، بينما في الكونديشنال تايب 1 الشرط والنتيجه كيكونوا الشرط في الحاضر والنتيجه في سيمبل فيوتشر. الكونديشنال تايب 2 الشرط في الباست سيمبل والنتيجه في وود هاف ولا وود زائد فيرب في الانفينيتيف. بالنسبه للكونديشنال تايب 3 قلنا بانه لا الشرط ولا النتيجه قابلين للتحقق والكلام عليهم ما هو الا حصره if زائد الباست بيرفكت هي القاعده، would have زائد باست بارتيسيبل هي فين غتخرج لنا النتيجه. اوكي هي فين غتخرج لنا النتيجه. نمشيو نشوفوا الان واحد تمرين تما مجموعه من الجمل نشوفوا كيفاش ممكن نطبقوا عليهم هذه الحاله هذه وملي غنقراوهم اشنو غنستنتجوا. if you اذا انت وعندك الفيرب هو to boil. واحد الملاحظه الاخوه والاخوات بالنسبه لتو الى لقيناها داخل القوسين كيعني بان تو ما غاديش تكونجيغا. اوكي تو ما كنحطوها الا باش نحصلوا على الفيرب ان انفينيتيف. تو
كنحطوها فقط باش نعطيو الفيرب على انفينيتيف، يعني ما خصناش نبقاو خدامين بها لكننا غنصرفوا الفعل. اوكي. if you عندك الفيرب to boil water، اذا انت اغليت اذا فبويل يغلى، اذا انت غليت water الماء. اوكي. it evaporate، it كتعود على من؟ كتعود على الماء. اوكي، على الووتر. it evaporate يعني غادية تتبخر، اذا لو سخنت الماء سوف يتبخر. اوكي فيري جود. اذا فالجملة عندنا واضحة. شنو استنتجنا؟ واش كانديشنال تايب 0، كانديشنال تايب 1، كانديشنال تايب 2 ولا كانديشنال تايب 3؟ اش عندنا هنا؟ عندنا أستاذ حقيقة ثابتة لا تتغير في جميع الأحوال، وبالتالي هنا الكانديشنال تايب 0 هو اللي خدام. إذا كيفاش ممكن تكون الإجابة؟ أوكي listen، فالإجابة غتكون على الشكل التالي: if you boil، إذا أنت تغلي الماء water، yes it evaporate، it evaporate، إذا evaporate، ولكن راه الماء راه it، مادام it وعندنا الجمله خصها تكون في بريزنت سيمبل، اذا خصنا نزيدو اس استاذ في نهايه الجمله. it evaporates، انه يتبخر. اوكي باش عرفتوا كانديشنال تايب او تايب 0 الاول استاذ عندنا حقائق ثابته هنايا. اوكي عندنا حقائق ثابته، اذا عندنا if زائد boil والنتيجه راه غتكون هي evaporate، اذا هذه حقيقه دائما تتكرر، لابد من conditional type 1. اوكي. if you heat ice، if you heat ice، اذا ما معنى heat تسخن، اذا انت تسخن ice الثلج. اوكي. if you heat ice اش غيوقع؟ غيوقع ليه الذوبان، وهو المالتين، الذوبان. اوكي فيري جود. اذا شنو غنديروا استاذ تما كاينه؟ اوكي listen، غادي نجيو بكل بساطه هنا وغنطبقوا الكانديشنال، قاعده كانديشنال تايب 0. if you والفيرب غيبقى هو تماما كما انزل. علاش؟ لان if زائد البريزنت سيمبل النتيجه فين غتخرج؟ مادام حقيقه ثابته لا تتغير غتخرج لنا فين؟ في البريزنت سيمبل. it melt. اوكي melt. استاذ شنو هو الضمير؟ الضمير هو it، ومادام الضمير هو it اذا فالفيرب خاصها اس في نهايه ديالو. اذا if you heat ice، لو سخنت الثلج it melts، سوف يذوب. نشوفوا الجمله رقم 3. الجمله رقم 3 اش كتقول لنا؟ if you invite him، لو دعوته، if you invite him he come، سوف ياتي. الى عرضت عليه الان راه غادي يجي مستقبلا، الامر واضح داخل الجمله. الى عرضت عليه الان فهو غادي يجي مستقبلا. اذا شنو كيعني هذا؟ كيعني بان الفيرب ديالنا اولا اش من كونديسيونال غنكتبو هنا. اذا استاذ خصنا نكتبو الكونديشنال تايب 1 الى عرضت عليه الان. اذا if you الكونديشنال تايب 1 القاعده ديالو اش كتقول؟ كتقول يا if زائد ماذا؟ listen، زائد ماذا؟ زائد present simple، والنتيجه فين غتخرج؟ قلنا النتيجه تخرج في simple future. if you invite لو انت تدعوه. علاش ما كونجيكيتيش الفيرب؟ لان عندنا يو، ويو ما كتخليش الفيرب يتكونجيكا في بريزنت سيمبل، الفيرب كيتكونجيكا فقط مع هي ومع شي ومع ايت. if you invite him، اوكي اش غادي يدير هو الى عرضت عليه؟ اوكي ما دمت انا الى عرضت عليه راه غادي يجي، لان الفيرب عندنا هنا هو كام. اذا هي كام. اوكي بريزنت سيمبل اش كيقول لي؟ الا كان عندنا في الجمله هي او لا شي او لا ايت فالفيرب لابد ليه من اس. هي كامز. اوكي صح ولا خطا؟ خطا استاذ. علاش؟ لان عندنا خاصنا سيمبل فيوتشر فين تخرج النتيجه. اوكي هي ويل كام، هي ويل كام. غادي نعاود if you invite him he will come. اش من كونديسيونال؟ كونديشنال تايب 1. كونديشنال تايب 1 القاعده ديالو اش كتقول لك الا كانت الشرط في البريزنت النتيجه غادي تكون في السيمبل فيوتشر. اوكي ممتاز. اذا نمشيو نشوفوا الجمله رقم 4. الجمله رقم 4 اش كتقولنا؟ if you not leave، اذا انت لم تغادر، عندنا leave هي يخرج يترك او يغادر. اوكي now الان I call the police. عندنا now. ما معنى now؟ الان. شنو قلنا على الان؟ اذا هي علامه من العلامات الداله على البريزنت، وبالتالي اذا عندنا
الكونديشنال تايب 1 لانه هو الوحيد اللي فيه if زائد ماذا؟ زائد البريزنت سيمبل والنتيجه غتخرج لنا في سيمبل فيوتشر. اذا كيفاش غنديروا لها تما استاذ؟ اوكي شوف رد بالك تما كاينه واحد النقطه مهمه. عندنا نوت مع الجمله. ما منا نوت؟ نوت يعني مطلوبه منا لا نيغاسيون، يعني مطلوبه منا شنو استاذ؟ لا نيغاسيون. if you ملي كتكون عندنا يو كيفاش كنديروا لا نيغاسيون في بريزنت سيمبل؟ if you do not. if you do not بليز اخوة الاخوات واحد النقطه مهمه هو اننا نحاولوا ما امكن نهار الامتحان ما نكتبوش شورت فورم، نحاولوا نكتبوا لونغ فورم صافي باش نخرجوا من باب واسع تفاديا لاي مشكل مع المصحح. اوكي if you do not ثم عندك الفيرب leave. leave يتركوا يخرجوا يغادروا. علاش ما كونجيغيتيش يا استاذ؟ لان عندنا يو وملي كتكون عندنا يو في الجمله فدائما الفيرب كيكون على انفينيتيف. ثم عندنا دو نوت فاش كتكون حاضره دو نوت يا استاذ دائما الفيرب كيبقى على انفينيتيف ما كيتصرفش. اوكي I call the police. اذا انا سوف اتصل بالشرطه. I will call the police. علاش يا استاذ I will call؟ listen صنت لي مزيان. ملي كنقولوا will call فاحنا كنتكلموا على اشنو؟ كنتكلموا على simple future. now I will call the police. الا ما خرجتيش دابا راه غادي نعيط على البوليس. اذا ف will call هو simple future. نمشيو نشوفوا الجمله رقم 5. I can't travel. انا لا استطيع السفر. اوكي I can't travel انا لا استطيع السفر. علاش انا لا استطيع السفر؟ because I don't have a passport. لانني لا املك باسبورت. هنا الكلام فين كاين؟ في البريزنت سيمبل. اذا انت ملي غتسمع الكلام اولا الامنيه اولا الكونديشنال في البريزنت سيمبل اوتوماتيكمون غتفكر في الكونديشنال تايب 2. علاش؟ لان الواقع غير حقيقي الان في البريزنت وبالتالي انت غتمناه في الباست. اذا الجمله ديالي كيفاش غتولي ما دمت في الكونديشنال تايب 2؟ الكونديشنال تايب 2 حنا تكلمنا عليه وقلنا بانه الشرط خاصو يكون فين؟ في الباست سيمبل. اوكي في الباست سيمبل. مادام في الباست سيمبل هنا في الجمله اش عندي؟ عندنا في الجمله عندنا can't I can't travel اوكي because I don't have passport. اذا انت الامنيه ديالك خاصها تجي عكس هذا الكلام. اذا هنا عندنا لا فورم نيجاتيف هنا غتولي بوزيتيف. اوكي if I had اوكي a passport. if I had a passport. if I had a passport. لاحظ لو كان عندي جواز سفر. ولكن في الحقيقه واش عندك ولا لا ما كانش عندك. اوكي لانك ما عندكش جواز سفر. اذا انت غتمنى كون غير كان عندك جواز سفر. if I had a passport النتيجه فين غتخرج لك؟ النتيجه فين غتخرج؟ غتخرج لك قلنا في would. I would listen زائد فيرب فاش في الانفينيتيف. I would travel. اوكي كان بامكاني السفر. لو كان عندي جواز سفر كان بامكاني السفر. ولكن الحقيقه شنو هي؟ الحقيقه هو انك ما سافرتيش لان ما كانش عندك جواز السفر. اذا if I had a passport I would travel. I would travel. اوكي نمشيو نشوفوا الجمله رقم 6. الجمله رقم 6 اش كتقول لنا؟ كتقول لنا listen I don't have his phone number. انا لا املك رقم هاتفه الان. so I can't call him. اذا لا استطيع الاتصال به. اذا انت اش خصك تتمنى؟ ما دامت عندنا الجمله في بريزنت سيمبل كامله اوكي فانت غتمنى بان كون كان عندك لسن كون كان عندك راه بالدارجه كنديروا هذا الشيء. راه كون كان عندي رقم التليفون ديالو كنت غادي نتصل به. اوكي اذا فالجمله كيفاش غتولي؟ غادي تولي لينا على العكس من الجمله اوكي المكتوبه عندنا. اذا I don't have his phone number so I can't call him. if I okay had yes his phone number كون كان عندي التليفون ديالو اوكي نمبر سوري اوكي كاما فاصله اوكي I اشنو قلنا؟ القاعده كتقول يا would او لا could. اذا I would او لا I could call him. علاش؟ لان
الواقع انك ما اتصلتيش به لانك انت عندك ما كانش عندك الرقم ديالو. اذا فانت هنا شنو درتي؟ تمنيتي امنيه، والامنيه دائما عكس الواقع. اوكي if I had his phone number، لانك في الواقع ما عندكش his phone number. اوكي I could call him، كنت سوف اتصل به. اوكي بليز. اذا نمشيو نشوفوا الجمله رقم 7. الجمله رقم 7 شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا the children الأطفال the children yes were sick، كانوا مرضى. إذا خلاص راهم كانوا مرضى في الزمن الماضي. that's why، من أجل ذلك we didn't go on a picnic، لأن نحن لم نخرج في نزهة. ايش كيعني هذا؟ كيعني بأن الأطفال روا كانوا مرضى، يعني ما عندك ما تبدل. اوكي روا كانوا مرضى في الباست، مادام كانوا مرضى في الباست اللي هي were sick، that's why we didn't go on a picnic. ما معنى we didn't لا نيغاسيون في الباست سيمبل، يعني أننا لم نخرج في نزهة. انت في الباست يعني لا الشرط ولا النتيجة قابلين للتحقق. يعني ايش من كونديسيونال؟ الكونديشنال تايب 3. والكونديشنال تايب 3 شنو كيقول لي؟ كيقول لي if زائد past perfect زائد عفوا النتيجة غتخرج فين؟ غتخرج لنا في would have زائد past participle. إذا غنطبقوا القاعدة هنا على الجملة. إذا if the children لو أن الأطفال، أوكي عندنا هنا were، لا شدينا were وحطينا في الباست بيرفكت اش غتولي؟ غتولي had، ولكن عندنا were بوزيتيف، إذا خصها ترجع في لا نيغاسيون. إذا اش غنقولوا؟ إذا if the children had not been، لأن الفيرب to be were verb to be had not been sick، إذا لم يكونوا مرضى. أوكي اش كنتي غادي دير؟ النتيجة فين غتخرج؟ قلنا غتخرج لنا النتيجة فين؟ غتخرج لنا would أو لا could. إذا غادي دير could، لأن عندنا تما كنا في أوكي غادي دير would بصفة عامة. كي would كي could بحال، لكن would هي الأكثر استخداما. would أوكي we would ثم غتزيد عليها have تطبيقا للقاعدة. we would have ثم عندنا الفيرب go وغتحطو في الباست بارتيسيبل gone. we would have gone yes. إذا نسينا واحد we would have gone on a picnic. we would have gone on a picnic. اوكي نقراو دابا الجمله كيفاش غيولي الواقع ديالها. الجمله الواقع ديالها الان اش كيقول لنا؟ كيقول لنا بان لو ان الاطفال اوكي لم يكونوا مرضى كنا سوف نخرج في نزهه. ولكن واش خرجتوا في نزهه؟ لا، لان الاطفال راهم كانوا مرضى. اوكي نمشيو نشوفوا الجمله رقم 8. الجمله رقم 8 شنو كتقول لنا؟ الجمله رقم 8 كتقول لنا it، لاحظ it started to rain. الجمله فاش منطون؟ في الباست. مادام في الباست فين غتفكر؟ غتفكر في الباست بيرفكت استاذي هو الكونديشنال تايب 3. اوكي اللي هو الكونديشنال تايب 3. اذا بليز ردوا بالنا مع هاد النقاط. عندنا البريزنت غنحطوها في الباست والكونديشنال تايب 2. عندنا باست غنحطوها في الباست بيرفكت والكونديشنال تايب 3. اذا it started to rain. that's why من اجل ذلك اوكي that's why we didn't walk to the forest. هذا علاش ما مشيناش للغابه. اذا الواقع هو انكم راكم ما مشيتوش للغابه، والشرط والنتيجه خرجوا في الباست، وانتم الان تتحسرون. شنو كيعني؟ كيعني بخصنا نطبق القاعده ديال الكونديشنال تايب 3. if اوكي if دائما if زائد past perfect. if عندنا هنا it started to rain. بوزيتيف ولا نيجاتيف الجمله؟ بوزيتيف، لان بدات كتصب. شنو خصنا نديرو؟ سنديرو نيجاتيف. if it had not اوكي وعندنا الفيرب started راه هو started غادي يبقى نفسه لانه فعل ريجولر star. اوكي started. if it had not started to rain، اذا لو انها لم تبدا في المطر اوكي فين غتخرج النتيجه؟ اوكي we، لان الضمير المقصود بالكلام هو نحن. we would اوكي we would have اوكي we would have
اذا هنا شنو عندنا في الجمله؟ جمله منفيه، هنا خصها تكون جمله مثبته. we didn't walk. اوكي اذا اش غنديروا؟ we would have walked. we would have walked. اوكي we would have walked فين؟ to the forest. to the forest. اذا لو انها بدأت بالمطر لكنا خرجنا الى الغابة، ولكن واش خرجت للغابة؟ لا، لأنها فعلا بدأت بالمطر. إذا if it had not started to rain هي عكس الجملة الأولى. we would have walked to the forest هي عكس الجملة الثانية. إذا هنا ولا الشرط والنتيجة أوكي هما دائما غير قابلين للتحقق في الكونديشنال تايب 3، وحنا فقط نتحسر، وبهذه الطريقة كنخدموا الجمل ديالنا أوكي في الامتحان. إذا بليز لمزيد من التمارين، لمزيد من المراجعة اوكي المرجو العودة الى القناة لغتلقاو مجموعة من الشروحات ديال الفيديوهات السابقة. شكرا لكم على حسن المتابعة.